السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جماعة الخير، أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي احنا في الشتاء ولا في الصيف؟ محدش عارف، يوم حر يوم برد، ما الدنيا مبقتش مفهومة. المهم المطر نزل كام يوم أو كام دقيقة في الشتاء اللي فات ده؟ مرة، 3، 4، على ما أتذكر 3 مرات 4 مرات، وكل مرة 3 4 دقايق 5 دقايق بالكتير قوي، لدرجة إن أنت بتقوم تاني يوم الصبح ما بتلاقيش أي أثر للمطر في الشارع، ولا في أي مية، ولا في أي أثر ليها أصلا يعني. طبعا الناس هتقول لي مطرة إيه يا عم؟ الدنيا بتبقى متبهدلة والشوارع غرقانة وما بنعرفش نمشي وي 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 وي. لا، لازم نعرف إن المطر ده رزق. رزق يا جماعة، رزق يا جماعة الخير. المطر نزوله ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وإن المطر ما ينزلش بالمعنى اللي احنا عارفينه ده أكيد إن ربنا زعلان مننا، ربنا غضبان مننا. هتقول لي من إيه؟ هقول لك من كل حاجة بتحصل، السوشيال ميديا والتلفزيون. يا راجل ده احنا في رمضان أهو، في رمضان الناس بتركز المسلسل ده حصل فيه ايه، البرنامج ده حصل فيه ايه، الاعلان ده حلو، الاعلان ده مش عارف ايه، واقلب من قناه لقناه من قناه لقناه. حتى اللي بيقرا القران وعايز بيختمه لمجرد اللي هو يقول لك انا ختمته مره واثنين وثلاثه، ومركزش في القران ومركزش في كل كلمه هو بيقولها. المطر اتمنع ايام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، لدرجه ان الصحابه طلبوا من سيدنا محمد ان هو يدعي ربنا من نزول المطر. ليه؟ لان المطر رزق. رزق يا جماعه الخير. احنا مش عارفين احنا هنكمل لحد امتى. الارض دلوقتي بتمهد لحاجه غريبه محدش فاهمها، والسوشيال ميديا طبعا كلكم اكيد قريتوا عن ان في حاجات وظواهر غريبه بتحصل في الارض. يوم القيامه قرب، الله اعلم، علمها عند ربنا سبحانه وتعالى. بس هنقول يوم القيامه. طب شوف انت عارف تكمل لحد ما تبطل اللي بتعمله؟ عارف تكمل لحد اللي انت تبدا تصلي، اللي انت تبدا تقرا قران، اللي انت قرب من ربنا؟ محدش ضامن ان هو يقوم من مكانه اصلا. لازم نراجع حساباتنا، لازم نعرف ربنا زعلان وغضبان قوي. قلت لك مثال بسيط جدا، المطر ما نزلش الشتاء ده كله. احنا اليومين دول شتاء، ما مش عارفين بكره حر بعده برد، والمطر فين؟ الله اعلم. راجعوا حساباتكم، وكل واحد راجع حساباته كده ويشوف هو مقصر مع ربنا قد ايه. يا راجل ده انت مش مقصر وربنا بيديك. تخيل بقى لو ربنا يعني انعم عليك لسبب واحد، مثلا صليت او قرأت قرآن، قرب من ربنا وهتشوف الخير. وما تنسوش دعم بالاشتراك بالقناة واللايك والشير. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.